ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. تعالي النهارده اقول لك على الوصفه اللي هتخلي بشرتك عامله زي الازازه. ايوه زي ما بقول لك كده، بشرتك هتبقى عامله زي الازاز، ترطيب وتفتيح وازاله التصبغات وازاله النمش وكمان شد البشره وازاله التجاعيد، كل ده في وصفه واحده وكلها مكونات من البيت. اهم حاجه لو انت اول مره تشوفيني ادعميني باللايك واشتركي في القناه عشان باذن الله يوصل كل جديد، واكتبي لي كمان كومنت حلو زي كده. وطول ما انتوا بتتفرجوا معايا حلوين صلوا على النبي كتير جدا، ويلا بينا على الوصفه. احلى وصفه ممكن تعمليها، وصفة بتبيض البشرة وتشدها، وكمان إزالة التجاعيد وإزالة أي خطوط في الجبهة. لو عندك كمان الخطوط اللي بتبقى تحت العين بتبقى مضايقة بنات كتير جدا، الوصفة دي من أحلى الوصفات وأنجح الوصفات اللي بتودي الخطوط اللي تحت العين والخطوط اللي في الجبهة وأي خطوط. ولو بشرتك كويسة بتبدأ إن هي ما تظهرهاش خالص، بشرتك هتفضل شباب بإذن الله. معايا كده أول حاجة معلقة من النشا، والنشا طبعا نينجا في أي وصفة. النشا ده يا جماعة ممتاز للبشرة، تبييض وتفتيح وشد البشرة بطريقة رهيبة ومن أول استخدام، وهتشوفي بنفسك. معايا معلقة واحدة كده من النشا. لو حابة تعملي برضو على رقبتك، في بنات بتبقى عندها اسمرار وغمقان في الرقبة، برضو الوصفة دي ممتازة ليهم جدا. ومعايا كمان معلقة من المكون التاني، هو طبعا الفازلين. طبعا كلنا عارفين الفازلين يا جماعه قد ايه هو بيدي لمعه وبيدي ترطيب للبشره، من احلى واقوى المرطبات للبشره، وكمان بيدي لمعه حتى بعد ما بتغسلي بشرتك من الماسك ده، بتفضل الفازلين لمعته موجوده في بشرتك. ممتاز، عايزه اقول لكم من احلى واقوى المرطبات. وابدا كده ان انا هنزله كده، شايفين؟ وطول ما انتوا بتتفرجوا معايا يا حلوين كده على الفيديو هتصلوا على النبي كتير جدا، وان شاء الله هتشوفي احلى نتيجه ممكن تاخديها بعد الماسك ده اهو. وطبعا هقلب كويس جدا. بصوا هو محتاج طبعا ان انت تقلبيه كويس عشان الفازلين يبدا ان هو يندمج مع النشا كويس جدا اهو. تمام كده، حلو جدا. وهبدأ كمان معايا بقى المكون الأخير، وهو المكون التحفة اللي هيخلي بشرتك لمعة وتفتيح. ولو عندك أي تصبغات، لو عندك أي بقع بنية، لو بشرتك فيها علامات، لو انت لسه راجعة من مصيف وفي علامات كتير جدا حصلت في بشرتك، وحاسة ان بشرتك غامقة من حتة وفاتحة من حتة، وكمان توحيد للبشرة وإزالة أي كلف. ولو عندك هالات سودة، أحلى حاجة بيوديها هو يا جماعة زيت الليمون. زيت الليمون ممتاز في التفتيح البشرة وفي إزالة أي غمقان. ممتاز، جربوه إن شاء الله هتدعوا لي. هاخد كده حوالي معلقه وهبدا ان انا اقلب كل ده. طبعا الماسك دلوقتي هيتحول معايا تشوفوا. هدمج كل حاجه، اتاكد بس ان الفازلين اندمج مع النشا واندمج مع الزيت. كمان عايزه اقول لكم كمان يا جماعه من احلى الوصفات عشان هو بيدي لمعه فظيعه كمان بعد ما بتشيلي الماسك من على وشك. طبعا الزيت والفازلين فالاتنين مع بعض بيخلوا لمعه حلوه جدا، بشرتك بتبقى شكلها صحي والنضاره ممتاز جدا اهو كده. شايفين؟ بصوا تحول معانا عشان دمجناه كويس. اهم حاجه عايزه تاخدي نتيجه كويسه من الماسك، تدمجيه كويس جدا وتدمجي المكونات بتاعته. وكمان خطوه كمان تكوني غاسله بشرتك كويس ومتاكده ان هي ما فيهاش اي بواقي من الميك اب، وتبداي ان انت تفردي كده بسم الله، وتبداي ان انت تفردي على بشرتك بكل سهوله. شايفين؟ ما شاء الله حلو جدا. وما تقلقوش البنات اللي بشرتها حساسه، الزيت لطيف جدا ومش بيعمل اي بقع ولا اي احمرار ولا اي حاجه اهو بالمنظر ده. وهفرده كويس جدا، هسيبه لمده ربع ساعه، وهبدا ان انا اغسل بشرتي. وشوفي الجمال واللمعه. عايزه اقول لكم بصوا اللمعه دلوقتي، شايفين؟ ما شاء الله واضحه طبعا عندكم اهي. اللمعه دي بتفضل كمان بعد ما بتغسلي بشرتك، فتخيلي بقى ان انت بشرتك تبقى عامله كده من غير ولا نقطه ميك اب. وكمان لو استمريتي على الوصفه دي ما شاء الله بشرتك هتبقى مش محتاجه ولا نقطه من الميك اب. وبس كده يا حلوين، وصلت معاكم لاخر الفيديو. يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناه. وطول ما انتوا كمان بتتفرجوا معايا تصلوا على النبي كتير جدا وتصلوا على النبي في الكومنتات. اشوفكم باذن الله في فيديو جديد ووصفات تانية كتير. مع السلامه.